قبل ماتش صن داونز يوم السبت ان شاء الله في حاجه شاغله بالي. تفتكر في كام لعيب في النادي الاهلي حاليا اكلوا خمسه من صن داونز غير اللي مشوا؟ تعال نعدهم سوا: محمد الشناوي، ياسر ورامي، محمد هاني، علي معلول. في نص الملعب عندك اكرم توفيق وعمرو السولية، عندك حسين الشحات وطاهر محمد طاهر. يعني انت عندك 8 لعيبة. في ماتش ال5-0 كانوا موجودين، والماتش ال5-2 كانوا موجودين برضو. من 8 ل9 لعيبة. هل تفتكر اللعيبة اللي أكلت الخمستين هتقدر تعدي الموضوع نفسيا وتتعامل نفسيا مع الماتش الجاي اللي هو ماتش مهم تكسب وصلة النهائي، ولا لا؟ نفترض ان هم قدروا يعدوا من الموضوع نفسيا وكل حاجة. طيب انت بعد الماتش ال5-0 لما تروح تتلعبهم واكلت 5-2 معرفتش تعدي الحاجز النفسي ليه؟ هل تتكرر تالت مرة؟ طب انت عرفت يا عم تعدي النفسية وخلاص حالتك توب وبتاع، هل هتقدر تاخد اللاعيبة زي امام وزي وسام وزي جراديشار وزي الناس دي كلها ومروان عطية وكل الناس دي، تقدر تاخدهم وتعدي بيهم برضو ان هم يكونوا متأهلين نفسيا كويس، ان حاجز الخمسة ده بالنسبة لهم ما يأثرش فيهم؟ دي فكرة بتدور في دماغي. اللعيبة القديمة هتقدر تتعامل وتعامل اللعيبة نفسيا كويس قبل ما تعامل نفسها، ولا لا؟ ما هي دي مشكلة. انت لو قدرت تعامل نفسك كويس واللي حواليك لسه مش متهيئين الدنيا، لو انت كويس هم هيبقوا وحشين، فبالتالي انتوا كلكم هتبقوا وحشين وهتاخدوا بعض لتحت، وكارثة ممكن خمسة تتكرر وممكن تبقى ستة. حاجات كده بتيجي في دماغي. فايه، هل احنا هنقدر فعلا نعدي الماتش واللعيبه هتكون رجاله وهتظهر بقى شخصيه النادي الاهلي اللي مش موجوده في الجيل ده كله؟ يعني اعدهم لك على الصوابع اللي فيهم شخصيه النادي الاهلي. تلات اربع لعيبه هتعدوا على الصوابع، غير كده كلهم لعيبه عاديين. كلهم انت لو جبت لعيبه بتلعب في دورات رمضانيه او اي حاجه هيبقوا احسن منهم وهيأدوا عنهم وهيأدوا برجول عنهم. الجيل دوت ناقصه جمهور، ناقصه جمهور بجد. سيبك من اهلي فاميلي والحاجات دي، ناقصه جمهور بجد، والجمهور يدعمهم ويقف وراهم، وما يقعدوش بقى بلوك للجمهور وبلوك. مفيش كلام من ده. الجيل اللي قبل كده بتاع منه الجوزيه وابو تريكه وبركات ومتعب ما كانش في حاجات من دي. كان كان جيل اسطوري، جيل اسطوري. ايوه انتوا خدتوا بطولات اكتر منه، بس الجيل دوت مش هيجي زيه. لازم العقليه والتفكير يتغير. ده لازم كل ده يحصل. إيه، اسلام سعد بقى والبدل والخروجات والتيك توك والانستا وفولو ومش عارف ايه، ما كانش في الجيل القديم. الجيل دوت ناقصه حاجات كتير قوي، ناقصه حاجات كتير قوي. ايوه انتوا اخدين بطولات، بس تقريبا 90% منكم مش معلمين مع جمهور النادي الاهلي. مفيش تقريبا موقف تاريخي منكم او حاجه كويسه نفتكرها لكم قوي غير لحظات البطولات والحاجات دي. والبطولات دي ليكم، يعني البطولات دي انجازات ليكم. احنا الجمهور مش مستفيدين حاجه، احنا مستفيدين ان النادي بتاعنا بيكسب، النادي بتاعنا دايما اول، النادي بتاعنا توب في كل حته. ده اللي احنا مستفيدين. احنا مش مستفيدين حاجه، انتوا مستفيدين بطولات وداخل لكم فلوس وكل حاجات من دي. فالجيل ده ناقصه حاجات كتير. الوحيد اللي انت هتقدر تميزه في الجيل دوت هو واحد: علي معلول. مش محتاجه كلام، اسطوره حقيقيه. يجي بعد كده ممكن يجي الشناوي، وبرضه مواقفه كتير قوي. يعني الشناوي ليه علامات كتير قوي، يعني الجمهور هيفتكرها بيه. ف فالجيل دوت ولا واحد فيكم تقريبا معلم مع النادي الاهلي غير علي معلول. انت قول لي بقى، غير علي معلول انت تفتكر ان في حد معلم ومؤثر في الجيل دوت غير علي معلول؟ وتفتكر برضو اللعيبه هتقدر تتعامل نفسيا مع الماتش حلو ان شاء الله؟ ربنا يستر.